مساء الفل. دي الحلقة الرابعة من حلقات سلسلة روايات عربية عظيمة. اتكلمنا في الثلاث أجزاء اللي فاتوا عن 9 روايات عربية أنا قرأتهم وحبيتهم جدا، وفي الجزء ده هنتكلم عن 3 روايات كمان لكتاب قدروا يخرجوا عن المألوف ويقدموا أعمال روائية يمكن تصنيفها بسهولة ضمن أفضل الأعمال الروائية اللي اتنشرت في السنين اللي فاتت. ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت، ويا ريت ترشحوا لنا في الكومنتات روايات عربية أنتوا قرأتوها وحبيتوها. سرور لطلال فيصل. في فترة ما من حياتي كنت مهووس شويتين بنجيب سرور، المثقف والكاتب والشاعر اللي اتعرفت عليه كما تعرف عليه معظمنا بأسوأ طريقة ممكنة، وهي ديوانه الشهير. مش هينفع اقول اسمه. الحقيقة ان انا كل ما قرأت لهذا الكاتب وعنه حسيت ان انا اقرب ليه، وفاهم شعوره باليأس والحزن والخذلان، ومدرك كويس لما يمكن ان يفعله عدم فهم المحيطين بيك بعقليتك وطريقة تفكيرك ورغباتك. انا فاكر كويس شعوري وانا بقرأ الرواية دي للمرة الأولى، وفاكر الحزن اللي خيم عليا بعنف وانا بتمشى في صفحاتها. ودلوقتي لما فتحت الرواية تاني عشان اكتب الحلقه دي حسيت بنفس الشعور كاني بقراها لاول مره. طلال فيصل كاتب ممتاز، قدر يكتب روايه سيره او كتاب سيره في صوره روائيه من اجمل ما يكون. كتاب بيختفي فيه الحد الفاصل بين الراوي وبين المروي عنه، حيث يتجول طلال فيصل مره كطلال فيصل الشاب اللي بيحاول يكتب عن كاتب جدلي تاريخه مليء بالتناقضات، ومره كمراقب لحياه هذا العبقري المجنون، واخيرا كنجيب سرور نفسه بعقليته وطريقه تفكيره، بخوفه من الجميع وبتمرده على كل القوانين، وبايمانه وقناعته الصادقه بانه وحيد ومنعزل وبعيد تماما عن الجميع. الروايه كانت تاني تجربه ليا مع طلال فيصل بعد كتابه خفيف الظل سيره مولع بالهوانم، وبعدها قرات له كتاب اخر انتهج فيه نفس منهج سرور وهو كتاب بليغ اللي بيتكلم فيه عن بليغ حمدي. ذكاء طلال فيصل بيكمن في ربطه لحياته ومواقفه وقناعاته الشخصيه وحتى الصعوبات اللي واجهها في حياته بهذا الكاتب العبقري، وتنويعه في الاسلوب بين تقريري لما بيحتاج يسرد بعض المعلومات عن نجيب سرور الى الاسلوب العاطفي الملتهب لما بيتكلم بلسانه. كل ده من غير ما تفقد تركيزك لحظه، ومن غير ما تحس ان اي حدث او فقره او حتى سطر في غير موضعه او دخيل على الحكايه. ربما تكون العبقريه مرتبطه بالجنون والحزن بشكل او باخر. ما اظنش ان في اي حكايه ممكن تؤكد على هذه الحقيقه افضل من حكايه نجيب سرور. الحكايه كلها بتنطق بالصدق، بالحياه البائسه اللي عاشها عبقري لو تم تبنيه او تقديره كما ينبغي كان اخرج لنا اعمال وابداعات اكتر بكتير من اللي قدمها بالفعل. رامبو الحبشي حج جابر. رامبو الحبشي هي الرواية الخامسة في مسيرة حج جابر الأدبية، وفيها بصمته المعروفة، وهي إنه بيتناول جانب من الحياة في إفريقيا بظروفها الاجتماعية والسياسية والدينية، وبيقدم لنا رؤيته ليها. الرواية يمكن تصنيفها ضمن ما أسميه الأدب المحلي، أدب شبيه بالمجتمعات اللي خارج منها، وده بيخليه أدب ممتع ومفيد، وبيقدم لنا دايما معلومات عن مجتمعات إحنا ما نعرفش عنها حاجة. بتدور رواية رامبو الحبشي كما يقول اسمها في الحبشة أو في إثيوبيا، وبطلها كما هو واضح برضو من اسم الرواية هو الشاعر الفرنسي الشهير أرثر أو أرتور رامبو. رامبو كان أحد أهم الأسماء الأدبية في القرن ال19 في أوروبا، لكن حياته الشخصية لا تقل أهمية عن حياته الأدبية. حياة مغامرة عاشها الشاعر اللي مات صغير نسبيا بالطول وبالعرض. في ثمانينات القرن ال19 ارتحل رامبو إلى الحبشة، حيث قضى عدة سنوات فيها كأحد التجار الأوروبيين القلائل اللي زاروها. الرواية بتقدم منظور جديد تماما عن حياة رامبو، وهو منظور أهل الحبشة، وخاصة الماز، الفتاة المسيحية اللي تسللت إلى هرر المدينة المسلمة واللي كان محرم عليهم دخولها أو العيش فيها. هناك بتقع الماس في حب رامبو، حب بيكون من طرف واحد لأن رامبو لم يعيرها أي اهتمام يذكر، وكانت أهميتها الوحيدة بالنسبة له هي إنها تعلمه اللغة وتعرفه على عادات وتقاليد أهل الحبش، لا أكثر ولا أقل. الحقيقة إن الرواية بترسم رامبو كما كان فعلا، فرغم كونه شاعر مرهف الحس ورغم الأعمال الشعرية الجميلة اللي قدمها واللي البشر بيستمتعوا بيها لحد دلوقتي، لأنه كان إنسان أوروبي أبيض، وكان شخص استعماري بصورة عنيفة، وكان منخرط بقوة في تجارة السلاح في إفريقيا. ورغم السنوات اللي قضاها في الحبشة في محاولة للتعرف على عادات وتقاليد أهلها، إلا أن الرواية بتقدمه على إنه شخص لا يهتم إطلاقا بتلك الكائنات المسحوقة في دوامة الحياة اليومية الكئيبة. معراج الموت ممدوح عزام. اتكلمنا قبل كده عن رواية السندباد الأعمى لبثينة العيسى، واتكلمنا عن جرائم الشرف وانتشارها المؤسف في الوطن العربي، وقلنا ان للأسف عندنا إبداعات كتيرة بتتكلم عن جرائم الشرف. رواية معراج الموت واحدة من الإبداعات دي. بتحكي الرواية قصة الحب المحرم اللي جمع بين سلمى المرأة المتزوجة وبين عبد الكريم مدرس القرية، وقرارهم بالهروب من القرية ومحاولة الزواج بعيدا عن الأهل والأقارب. بتبدأ معراج الموت بمشهد النهاية، وبالتالي انت من أول فصل مدرك للنهاية المأساوية اللي على وشك الحدوث، وقاعد طول الرواية بتتحضر ليها وبتحاول تفهم أسبابها. وأنا أشك في إنك مع وصولك لنهاية الرواية دي هتلاقي أي مبرر للجريمة اللي حصلت دي. في معراج الموت الكاتب بيرسم بوضوح مدى النفاق والكيل بمكيالين اللي المجتمع ده بيتعامل بيه،
فيه. هتشوف ازاي ان تقريبا كل شخصيه في الروايه دي بترتكب افعال خسيسه وفاحشه ولا تقل باي شكل من الاشكال عما فعله عبد الكريم وسلمى، ومع ذلك لان سلمى هي المراه ولانها لا تملك من امرها اي شيء في مجتمع زي ده بتكون هي الضحيه الوحيد. ممدوح عزام مش بيروي الاحداث بترتيبها الزمني، وانما بيبدا من النهايه وبينتقل بين الحاضر والماضي ليحكي شذرات من الحكايه هنا وهنا، بياخذنا مع الشخصيات المختلفه وكل واحد منهم بيحكي جزء من الحكايه لحد ما بتكتمل الصوره مع اخر صفحه. انا عندي قناعه دايما وهي ان جوده ومهاره الكاتب بتنبع بصوره كبيره من قدرته على رسم شخصيات كثيره بوضوح، شخصيات بتختلف حسب ظروفها وطبقاتها وخلفياتها الاجتماعيه، وانه يعمل كل ده من غير ما تكون شخصيه منهم مفتعله او دخيله على الروايه. وممدوح عزام ناجح في كده جدا. الروايه رغم صغر حجمها الا انها مليئه بالشخصيات وكل شخصيه منهم ليها صوتها وشكلها، والحقيقه ان انا افتكرت وانا بقرا هذه الروايه روايه شبيهه ليها وهي قصه موت معلن لماركيز بشخصياتها الكثيره وبدايتها بالحدث النهائي وبطريقه سردها المذهله. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده، اتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تتابعوا الاكونت بتاع الكتب على انستجرام وعلى تويتر، وما تنسوش تتابعونا على تيك توك واللي بدانا بالفعل ننزل عليه حلقات عن روايات وكتب مش هنتكلم عنها على القناه. انا محمد شادي بتاع الكتب، سلام. انت ظبطت معاك كده؟ والله ابدا. هي ظبطت معاك كده يا عاطف واحنا عارفين يعني ما تحسنيش ان انت بذلت مجهود فوق الطبيعي يعني. انت ايه، انت خدت الحلقه يوم الخميس نشرتها الجمعه الصبح، قعدت تمنتج كل حرف. والله قعدت اعمل انيميشن على كل حرف. طبعا يا جماعه عاطف بيتعب جامد قوي، طبعا يا ريت الناس تشكره في عشان بس هو على فكره الناس خدت بالها، والله الناس كاتبه في الكومنتات ده عشان عاطف رجع. ايوه، ما عشان احنا قلنا. لا انت قلت ايه؟ والله ما قلنا حاجه يا ابني ما احنا عندنا هو احنا مش عاملين كواليس في الحلقه. بس انا ما اتكلمتش. ايه اللي ما اتكلمتش؟ ما انا بكلم حد، بكلم حد ورا الكاميرا. اكيد انا كون مين يعني؟ هم عارفينها من رداءة التصوير، اول ما بتطلع صوره رديئه او البتاع يقول لك لا خلاص عاطف رجع كده وبدا يهبل الهبل بتاعه. ماشي يلا بقى.